يعني والله ما متوقعين هيك اسئله دا يخلون الطالب انه يفكر يبطل وما يدرس. انا السنه الثانيه واستصعبتها. نعم، يعني امتحان عن امتحان، هاي السنه اللي دا نشوفه دا يجي اصعب. امتحان عن امتحان دا تصير اصعب. هاي الاسئله مال غربله، مال دا يقولوا للطالب روح بطل. انا راح احكي لك رايي كشخص قارئ المنهج. نعم. انا طالب قارئ المنهج، اسئله صعبه، شرحيات صعبه، مسائل صعبه، واسئله صعبه مو بس بالنسبه للكيمياء، بالنسبه للعربي، بالنسبه للرياضيات. احنا جينا يعني امتحنا لقينا اسئله صعبه بماده، قلنا نعوض بالماده الثانيه، الماده الثانيه بدها تجي صعبه. يعني احنا ما نريد من وزاره التربيه انه تجيب لنا اسئله سهله، ولا نريد منهم نجاح. احنا فقط نريد اسئله نموذجيه يعني مثل اسئله المجاميع اللي سبقت، مثل دفعه 24 او 23. هاي اسئله تشمل مستوى الطالب المتوسط ومستوى الطالب نقول تمشي الكل. تمشي الكل. نعم. اسئلتهم والله ما تمشي، لازم الطالب. ابناء جابر بن حيان، شلون اسئله الكيمياء اليوم؟ والله اسئله صعبه، لو يجي اينشتاين هم ما يحلها. والله اسئله مطوله، الحفظيات اكثر من المسائل. افرع اول مره نشوفها. ثاني شيء مكثرين المساله، يعني كل سؤال باكثر من فرع، وكل فرع باكثر من نقطه، يعني واسئله غريبه. سهله صعبه؟ صراحه يعني صعبه كلش. يعني وزاره التربيه صراحه يعني يريد يسوون شيء، يجيبون اسئله صعبه على مود شنو ما ادري، يجبرون الطالب انه يعيد سنه، او ما يريدونه يجيب طيب.